السلام عليكم. بما ان الجو برد، فاحنا محتاجين نعمل حلويات في البيت بمكونات بسيطة واقتصادية وتبقى رهيبة جنب كوباية شاي. طيب معانا النهاردة هنعمل حاجة حلوة وسهلة قوي، هتحسوا انكم بتاكلوا حاجة فخمة. النهاردة هنعمل حجر القلعة او المبروشة، او زي ما بنقول عليها في مصر الباستا فلورا، بمقادير مظبوطة بالجرام وبالكوباية. معايا هنا نص كوباية زبدة وعليها معلقة كبيرة حوالي 125 جرام زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة، نص كوب سكر، بيضة صغيرة، معلقة صغيرة من الفانيليا، نص كوب زيت. هنهرس البيض مع الزبدة والسكر بمضرب يدوي أو مضرب كهربي لحد ما يتجانسوا مع بعض والسكر يدوب كويس. بعد كده طبعا معايا فانيليا، هحط معلقة صغيرة من الفانيليا وهقلب كويس جدا. وعندي 3 كوبايات من الدقيق منخولين، عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وقلبهم كويس. وطبعا ما ننساش رشة الملح، وقلب كويس جدا. هنزل بالدقيق بتاعي على الخليط، الزبدة والسكر والزيت والفانيليا والبيضة بتاعتي. طبعا بقلب كويس جدا زي ما انتم شايفين لحد ما الزبدة تدوب معايا. ما استخدمش الزبدة تكون طالعة من التلاجة، اسيبها لحد ما تاخد درجة حرارة الغرفة عشان تكون سهلة في الضرب معايا. الموضوع مش محتاج مضرب كهربا، لو حابين تسهلوا على نفسكم مفيش مشكلة، ممكن نستخدم مضرب الكهرباء او العجان لو عندك، ولكن انا حبيت ان انا استخدم في الوصفة دي المضرب اليدوي. زي ما انتم شايفين هنا ضربتهم مع بعض لحد ما وصلوا للقوام الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنزل بالدقيق واحدة واحدة، مش هنزل بيه مرة واحدة، هنزل على كذا مرحلة وهقلبهم كويس جدا. بلف العجينة بإيدي ما بعجنش، وزي ما انتم شايفين هنا انا بنزل الدقيق وهلفها بإيدي كده، مش عجين. تمام. وهنا رشة الملح ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، وأقلبهم بالسباتولا كده زي ما انتم شايفين معايا. بعد ما يتجانسوا مع بعض هبتدي ان انا ألم بإيدي العجينة، والعجينة بتاعتي هلفها رول، وهاخد التلت واشيله في الفريزر يجمد معايا. وبعد كده التلتين هفردهم في صينية. مقاس الصينية بتاعتي 30 سنتي. ما تنسوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هنا خدت جزء التلت تقريبا من العجينة وهشيله في الفريزر، وباقي العجينة هفرده في صينية وارفع العجينة على حواف الصينية. مش مستاهلة ان انا ادهن العجينة لان العجينة اصلا فيها زبدة كفاية. هرفع العجينة على حواف الصينية، ممكن استخدم مردنة او نشابة عشان افرد العجينة كويس. لو عندي القالب اللي هو بيبقى فيه زي اللي هو بتاع في قالب مخصص للنوع ده من الحلويات، لو مش عندك مفيش مشكلة، استخدمي صينية اللي هي حرفها مش عالي قوي. بعد ما افرد العجينة كويس جدا هجيب شوكة واخرم العجينة عشان ما تعلاش معايا لانها واخدة بيكنج باودر. فلو لو ما خرمتهاش بالشوكة هتعلى معايا في التسوية. وطبعا عندي حشو هحشيها
مربى، اي نوع مربى انتي بتحبيه. انا هنا هحشيها بمربى جزر، وما بجيبش على الاطراف، انا بحشي في النص. زي ما انتم شايفين هنا انا كنت برفع اطراف العجينة. ممكن تستخدمي زي ما قلتلك الصينية بتاعت الطرد، لو مش موجودة عندك تستخدمي الصينية اللي زي دي، بس مقاسها بالنسبة للمقادير دي مقاس 30 هتبقى مناسبة جدا. وهبتدي بقى بعد ما سويت العجينة كويس جدا هنزل بالمربى بتاعتي واسويها في المنتصف. وبعد كده زي ما انتم شايفين هنا انا بخرم العجينة بالشوكة زي ما قلتلكوا عشان ما تعلاش معايا في العجين. وهبتدي ان انا انزل بالمربى بتاعتي. حطي اي نوع مربى انت بتحبيه، ممكن كمان تحشيها نوتيلا او اللي هي الشوكولاتة السايلة. هنا خلاص خرمت العجينة. هكون مسخنة الفرن بتاعي مسبقا على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت، تجهيزا للعجينة بتاعتي او للطرت بتاعي او الباستا فلورا او حجر القلعة او المبروشة. وهجيب التلت العجينة اللي انا حطيته في الفريزر وهبشره كويس جدا على العجينة او الطرت بتاعي. والاحظ واخلي بالي ان انا ابشر في كل مكان على الطرت بتاعي عشان البشر ما يتجمعش في مكان واحد. هنا خلاص فردت المربى بتاعتي وببشر العجينة بتاعتي كده بالتساوي في كل مكان. خلي بالك وانت بتبشري العجينة يكون البشر او توزيع البشر كويس جدا عشان ما تكونش في مكان واحد. وزعي البشر بتاعك بتاع العجينة كويس جدا. زي ما انتم شايفين خلصت الجزء اللي انا ببشره على العجينة وهدخله الفرن في الرف الوسطاني درجة حرارة 180. هتقعد من 30 ل 40 دقيقة لحد ما تاخد لون ذهبي. وهخرجها من الفرن وما تقطعهاش وهي سخنة، هسيبها تبرد وهقطعها لما تبرد. وممكن تتقدم مع كوباية شاي او فنجان قهوة. وبالهنا والشفا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بشير ولايك وسبسكرايب لقناتي. والسلام عليكم ورحمة الله.